السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان، احنا بالعراق الماشي النجارين من يد القالب يزفت يرش القالب نفط اسود، يزفت القالب بنفط اسود، والنفط الاسود تعرفون انتم اول شيء غير ملائم للبيئة ومضر بالصحة، بالاضافة الى رائحته الكريهة جدا. هسه تقولوا لي شنو كل العراق وصار له سنين؟ نعم انا وياكم، بس هذا الاجراء هل هو صحيح لو غلط؟ اكيد غلط. هو هذا الموجود بالعراق. تعالوا ويانا نشوف النجارين بالمانيا شو يرشون القالب. ماستر التنفيذي علي عبد الجبار الله يحفظه ويخليه دزلنا فيديو يرشون القالب مال قبل الصب بزيوت. تعالوا ويانا نشوف شو يرشون هذا القالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألمانيا برين إلى الصديق والزميل والأستاذ مجيد العامري. عيني أبو مصطفى باوع. عندنا نوعين من المضخات حتى شنو نزيت القالب. اخوان بلا زحمة عليكم، على كل انسان يشوف الفيديو يشير الفيديو، لان هذا الفيديو كلش مهم. طبعا انا مو صاحب قناة، لو صاحب قناة ما اقولها، بس هذا الفيديو لغرض الفائدة. عيني ابو مصطفى هكذا يتزيت، وهنا لازم تعرف هذه الزيوت هي شوائب الزيوت الطبيعية. شوائب الزيوت الطبيعية، باوع عليه اقرأ عليه بيو، تمام؟ هذا الاسم ماله. استاذ مجيد، هاي المواد ضروري تستخدم بالبناء، ما يصير تستخدم زيت محروق او ديزل او ما اشبه ذلك. طيب ليش استاذ مجيد؟ لان البناء لازم يكون صحي. في حال ما استخدمت هذه الزيوت اللي هي شوائب الزيوت الطبيعية اللي شوفتك اياها اني، فراح يصير كالتالي: واحد، فشل هندسي لا يوجد لديه اي حل. اثنين، خطأ تنفيذي لا يغتفر له. ثلاثة، كارثة بشرية صحية تعمل الأمراض المزمنة بعد سن 40 أو 50. تمام أستاذ مجيد؟ أتوقع تكون وضحت الصورة. وش عندكم استفسارات، وش عندكم عمل، وش عندكم أمور مستعصية بالعمل، إحنا بخدمتكم. مع تحيات هندسة البناء مجيد العامري، في مال لا غاتي.